السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت التمر بطريقة سهلة جدا جدا وسريعة ومش هياخد وقت في ايدك خالص. كنا عملنا مع بعض قبل كده البسكوت بالسمنة والبسكوت بالزبدة، وعملنا البسكوت بالزيت، وعملنا بسكوت العشر دقايق. عملنا تشكيلة كبيرة جدا من البسكوت. النهارده بقى هنعمل البسكوته ديت جميله جدا بالفانيليا، وكمان دي كمان بالتمر زي ما انتم شايفين، وعملت كمان منها المعمول، يعني تشكيله جامده جدا بعجينه واحده زي ما انتم شايفين. حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، سهله جدا وفي نفس الوقت طعمها حلو واحلى من بره واوفر كتير. انا معايا هنا عبوه سمنه روابي اللي هي الكيلو. الكمية دي بعلبة سمنة روابي كيلو. هجيب كده بولة واحط فيها السمنة كلها، فرخت السمنة كلها بدرجة حرارة الغرفة. تمام. وفضلت بقى اضرب كده بالمضرب الكهربائي. حابة تعملي في الخلاط تشتغلي في الخلاط مفيش مشكلة، بس احنا بقى عاوزين كده ايه، بسكوتة طعمها مايل لطعم البيتيفور والحاجات الجميلة دي والبسكوت الجاهز. هنعمل زي ما انا شغالة كده بالظبط، هنشتغل بالمضرب الكهربائي زي ما انتوا شايفين. فضلت اضرب في السمنة كويس جدا جدا جدا. وكمان كان معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، نزلت بيهم كده مرة واحدة فوق السمنة. انا فضلت اضرب في السمنة لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. قوام كده لونه فاتح بس لسه ما وصلش للكريمي. طبعا هنزل ضرب كمان بالمضرب لحد ما البيض يختفي نهائي. هقوم نازله بقى بمعلقه فانيليا كده صغيره، او العبوه بتاعه الفانيليا اللي بنشتريها، وكمان كوبايتين من السكر البودره. هو ده كان سكر ابيض عادي خالص وانا طحنته في المطحنه علشان نوفر برضو كيس السكر البودرة بقى ب25 جنيه. فاحنا طبيعي عندنا سكر في البيت، انا اخدت كوبايتين وطحنتهم ووفرت ال25 جنيه. تمام. هنضرب بقى الخليط تاني كده لحد ما السكر يختفي نهائي، والبيض والفانيليا. تمام. هو بياخد ضرب تقريبا 10 دقايق، بنفضل نضرب لحد ما نوصل للقوام الكريمي زي ما انتوا شايفين كده. بقى لونه ابيض. بس انا عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا. علبه السمنه دي سيحيها وفرغاها في البوله وحطها في التلاجة مثلا 10 دقايق تربط، وبعد كده اضربيها بالمضرب لانها كانت مخرزه معايا زي ما انت شايفه كده. هي قال يعني عاملينها المرملة. هي ولا مرملة ولا حاجة، هي سمنة عادية خالص، بس يعني في الضرب دي اخر مرحلة انا وصلت ليها. يعني مش عاوزة تدوب معايا اكتر من كده. فاحسن حل انك تسيحها وبعد كده تحطها في التلاجة تمسك شوية. علبة السمنة دي مقدار الدقيق اللي بتاخده كيلو بالظبط. جبت بقى الدقيق بتاعي كده كيلو، وفضلت انزل كوبايه كوبايه، كل ما كوبايه تختفي انزل بالكوبايه اللي بعدها، كل ما كوبايه تختفي انزل بالكوبايه اللي بعدها. تمام لحد ما اوصل لقوام لين كده سهل التشكيل. طبعا ما ننساش نكون مجهزين معانا برضو كيس من البيكنج باودر، بيدي كده طراوة وهشاشة للبسكوتة، يعني بيخليها مقرمشة، ويعني لمدة 3 4 ايام تلاقي بسكوتك مقرمش وزي الفل. ادى العجين بتاعي اهو، فضلت يعني اعجن فيه لحد ما وصلت للقوام المناسب زي ما انت شايفة بيتفرد معايا. انا جبت كيس تلاجة كده وفردته، وحطيت قطعة من العجين وفردتها زي ما انت شايفة كده علشان اعمل بسكوت العجوة. طبعا التشكيل كان صعب، يعني صعب جدا لان الجو ساقعة والسمنة كلبشت مع الدقيق، فكنت بفرد بصعوبة. بس البسكوتة طالعة هشة وطرية ومقرمشة ومفرولة وكل حاجة جميلة جدا جدا جدا. بس انتم عارفين ان الجو برد، ف طبيعي السمنة هتمسك مع الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. برمت حطيت في النص العجوه، وانا قلت لكم قبل كده العجوه ازاي انا بخليها تفك. بحط عليها معلقه زبده على النار الهاديه كده لحد ما تبقى معايا لينه خالص والزبده تندمج معاها.
ولفيت رول بقى زي ما انت شايفة، وجبت كده ظهر الشوكة، وعملت كده الخطوط اللي انتوا شايفينها دي. تمام. وقطعت بقى التقطيع ديت، معلش التسجيل كان فصل عشان كان في حد بيتصل عليا. فخدت كمان قطعة وفردتها وحشيتها من جوه عجوة، وقمت بقى تانيها رول زي ما انت شايفة كده. الفيديو واضح جدا. تمام. هقطع بقى الطروف دي علشان كده زايدة، هي مفيش فيها عجوة ولا حاجة، فهحطها على العجين تاني وهنستخدمها تاني، مفيش مشكلة. هبدأ بقى اقطع، هبدأ كده اخد الشوكة وبظهرها وامشي على العجين. تمام. وبتقطعي بقى الحجم اللي انتي حباه واللي انتي عايزاه، زي ما انا بعمل كده بالظبط، باي سكينة، باي آلة حتى قطعي. بصي شكلها جميل ازاي، ولسه لما تدخل الفرن كده وتطلع بسم الله ما شاء الله جميلة وموفرة جدا جدا جدا. كمان بقى جبت كده قطعة وجوفتها وحطيت فيها قطعة من العجوة، وبرمتها كده ما بين ايدي، وبقولك بتفرول في ايدي لان الجو كان برد جدا، فالعجينة مكلبشة. ودي كمان الماكينة اللي عندي ديت كنت عملت معاكم بسكوت بيها قبل كده، ضغطت عليها علشان اعمل المعمول، شوية معمول بنفس ال- العجينة. طالع جميل جدا والرسمة جميلة وواضحة وما اختفتش في الخبز. تمام. يبقى انا كده جزأت العجينة بتاعتي لثلاث اشكال، عملت سادة وعملت بسكوت عجوة وعملت المعمول ده. وكمية كانت بسم الله ما شاء الله تبارك الله كبيرة، يعني كانت محترمة زي ما انتم شايفين كده. انا قلت لكم قبل كده كذا مرة ان انا بسوي كده البسكوت على نار هادية عشان يطلع لونه كده جميل. بصوا بقى المعمول، الرسمة واضحة جدا. وده كمان البسكوت السادة عملته قبل كده قدامكم بالآلة اللي هي بتاعة الكحك ديت، بطبع كده واقطع برضو بالقطعة المدورة. وده بسكوت العجوة. ويا رب بقى تكون كده الوصفة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. لو انت حابة تطلعي اوردر من الحاجات دي وتشتغلي كده من البيت، اعملي بقى اللي انا بعمله ده. بتجيبي كده علب شكلها حلو، علب ورق او علب بلاستيك زي اللي قدامي ديت، وتكون شفافة كده وشكلها جميل. وجيبي بقى البسكوت بتاعك كده وتميليه، يعني بنرصه بالطريقة ديت. تمام. شكله جميل، واي حد بيحب البسكوت البيتي وطعم البسكوت البيتي وريحته، لان بيفكرنا بايام زمان وبامهاتنا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين وعارفين الظروف بقت صعبة، فانت تقدري تعملي مشروع من البيت سهل جدا وبسيط. انا عن نفسي شغالة من البيت زي ما انتم شايفين، والحاجات دي هتطلع ان شاء الله اوردر. واذا انت حابه تعملي للبيت فانت برضو هتشتري حاجات بمية مثلا 130 جنيه، معاكي 3 كيلو بسكوت لو بتشتريهم من بره، يعني مش اقل من 300 جنيه. وبسم الله ما شاء الله كميه كبيره جدا جدا زي ما انتم شايفين. مليت العلب وقفلتها بقى كويس، وراحت بقى ايه للعملاء. وبسم الله ما شاء الله محدش بياخد البسكوت ده الا لما بيشكر فيه جدا ويقول لي احلى من بتاع المحلات. طبعا انا عملت معاكم بسكوت كتير كتير كتير، وبقول كفايه كده بقى. فانا اذا طورت في البسكوت تاني ان شاء الله هنزل لكم بوصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.